في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. أعجب قصة بقى سطرتها في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة ونقلتها من أكثر من مصدر. كان أحد المشايخ بيحكي إن هو كان في رحلة دعوية لأحد بلدان المسلمين، ولا أحب أن أذكر أسماء البلاد وأسماء الأشخاص، أحب أذكر بشكل كده يعني غير معروف. بلد من بلاد المسلمين رايح فيها رحلة دعوية. بيقول وأنا أعطي درس في المسجد، وبعد ما انتهيت من درس في المسجد بعد صلاة العصر فجأة وجدنا مجموعة من الناس داخلين المسجد في غاية الفزع. أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ الكل في غاية الفزع والهلع. خير يا جماعة؟ قالوا شاب مات في حادث مروري. جينا ندفنه فوجدنا في القبر ثعبانا كبيرا. يقول لك بقى الشيخ يبتدي يتكلم بقى عن الثعبان بقى والشجاع الأقرع ويقعد يخوف فينا. أنا بتكلم عن حقائق، بتكلم عن قصة حصلت، وليس هذا الثعبان هو الثعبان الذي يسلط على الكافر في القبر، وإنما هذا من باب الدلالات على أن هذا الإنسان عمله كان سيء، وإنما الغيبيات اللي في القبر لم يطلع عليها أحد، ولن يطلع عليه أحد إلا إذا انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. فالعبد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. أنت في الدنيا ما تستطيع أن ترى الملائكة ولا الشياطين ولا الجن، إنما عند الموت ترى الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو بس اللي يبصر، هو اللي يشوف ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، هو اللي يشوف ملك الموت، وإحنا واقفين جنبه لكن لا نرى. ليه؟ فبصرك اليوم حديد. يقلب البصر ويتبدل البصر اللي ما تقدرش تشوف بيه لا ملك ولا جن في الدنيا، تشوف بيه الملائكة عند الموت. والبصر يجي في الجنة يتبدل لبصر ثالث تستطيع أن ترى به الإنس والملائكة وترى به وجه الله جل وعلا، الذي قال جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالشيخ بيقول دخلوا عليه قالوا له الشاب جدا ندفنه فوجدنا ثعبان ضخم جدا جدا في القبر، فماذا نصنع؟ قال تعالوا نشوف. خرج الشيخ ومعاه الإخوة اللي معاه اللي كانوا حاضرين الدرس وراحوا عشان يحضروا دفن هذا الشاب. وصلوا للقبر فبيقولوا فوجدنا على شفير القبر ثعبان في غاية الضخامة لا تخطر على قلب بشر. مش أنا كنت بقى ولا بتاع، لا حاجات يعني ضخمة جدا يعني. بيقول طيب هذا الثعبان عند هذا القبر، تعالوا نبعد عن المكان دوت ب 200 متر مثلا ونفحت قبر تاني وندفنه فيه، مش لازم نفس المكان. قالوا يلا. فحتوا قبر التاني ولسه هيحطوا الشاب فوجد الثعبان قد شق الأرض وطلع من القبر التاني. فالشيخ هو فاهم ايه اللي حاصل، بس عايز يبرهن لهم على ان الراجل ده هو ده عمله مش هنقدر ان احنا نعمل اي حاجة. قال لهم طب خلاص سيبوه في القبر ده، تعالوا نرجع للقبر الاولاني. فرجعوا للقبر الاولاني لقوا نفس الثعبان. فقال لهم هذا عمله، لا نستطيع ان نفعل شيئا ولكن نحاول نخرج التعبان. فجابوا السياخ وعصي وخشب وقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته من خلال الحديد المعكوف دوت، وخد بالك طلعوا الثعبان وتركوه على شفير القبر. طبعا الناس كان في غاية من الفزع والهلع، وجاءت سيارات الشرطة وبدأوا يمنعوا الاتصال بالقبر إلا من خلال العلماء اللي موجودين أمام هذا القبر. في اللحظة ديت قال هذا الشيخ حفظه الله، قال لهم طيب احنا نحاول ندفنه ونبعد عنه التعبان. بدأوا يشيحوا بالعصي والسياخ للتعبان فبعد شوية، فحطوا الشاب في القبر، وما إن ألقي الشاب في القبر حتى قفز الثعبان في القبر والتأم على هذا الشاب وبدأ يكسر في ضلوعه من أولها الأخيرة، حتى قال والله كنا نسمع صوت تكسير عظام هذا الشاب ونحن فوق القبر، إلى أن قال إذن فاردموا عليه وهذا هو عمله. بدأوا يردموا عليه التراب وقفلوا القبر. ونادى هذا الشيخ قال أين والد هذا الشاب؟ جاء رجل كبير في السن شكله طيب. قال له ابنك ده كان بيعمل ايه؟ قال له عمره ما سجد لله سجدة واحدة. الله أكبر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سألوا ابن عباس رضي الله عنهما وما الغي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ايه معنى إضاعة الصلاة يا ابن عباس؟ قال والله ليس إضاعة الصلاة في هذه الآية هي ترك الصلاة بالكلية،
ده مش معناه ان هو ما صلاش خالص، لا، بل هو الذي يجمع الصلاة إلى الصلاة، ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء وعشاء مع فجر وفجر مع ظهر، وعمال بيجمع في الصلاة مع بعضها. فربنا بيقول الصنف ده هيحصل له ايه؟ قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسألوا ابن عباس وما هو الغي؟ شوف خد بالك. طيب شوف الآية، شوف تعالى عيش معايا في الآية مرة ثانية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا الله يا الله، ايه الغي؟ سألوا ابن عباس وما الغي يا ابن عباس؟ قال هو واد في قعر جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. ربنا يعافينا ويعافيكم. أخوي وحبيبي، أنا مش عايز أخوفك قوي، أنا خايف عليك قوي، أنا اللي خايف عليك وخايف عليكي. الدنيا فعلا منفاتة. بص للناس وحياتهم، بص لمراحل حياتهم. كان غني ومات، وكان قوي ومات، وكان وزير ومات، وكان رئيس ومات. وقلت لك في الحلقة اللي فاتت لو إنك ملكت الكون كله لمدة 100 سنة 100 سنة أنت الحاكم الذي لا يعصى أمره، تشاور إشارة بإيديك تعمل اللي أنت عايزه في الكرة الأرضية كلها، وقعدت حاكم لمدة 100 سنة ثم نزلت إلى قبرك. 100 سنة دولت يساوي إيه بالنسبة لمبيت أول ليلة في القبر؟ إيه ده؟ إيه دوت؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد كم يراك الله عاصيا. شوف ربنا بيقول ايه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يلي ما بتصليش، يلي ما سجدتش لله سجدة، الحق نفسك أخوي وحبيبي. شوف راجل حصل له ايه، ودي بس عينة من اللي ممكن يحصل له، ربنا يعافينا ويعافيكم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده المين؟ ده اللي بيأخر الصلاة للصلاة. أمال اللي تركها هتعمل فيه ايه؟ قال جل في علاه كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في وادي سقر، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. يبقى اللي بيجمع الصلاة مع الصلاة
يعذب في وادي غي، واللي ما بيصليش خالص يعذب في وادي سقر. يا رب يعافيكم يا رب، يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب. يا رب رد المسلمين إليك مردا جميلا، ورد كل من ترك الصلاة إليك ردا جميلا يا رب.